خطير الإخوان، هذا خطير، من أهم المواضع الحساسة اللي خص يسمع المواطن المغربي والمواطنة المغربية. أنتم يا أبطال ما تخرجوش من الفيديو، ما تخرجوش، خليوني نفرغ قلبي. عاد تسمعوا التناقضات ديال واحد دايره الدولة في واحد الوزارة تسمى وزارة العدل، وهو عبد اللطيف وهبي. وما عندي معك حتى مشكلة ودي سي عبد اللطيف وهبي، خليني بعد نتكلم. قبل ما ننطلق وندخل في صلب الموضوع نقول لك ودي السي عبد اللطيف وهبي، احنا ما عندناش المشكل مع شي واحد، سواء عبد اللطيف وهبي او شي وزير اخر، تا واحد، اي واحد يكفيك فيه قلة ايمانه بالله سبحانه وتعالى. وما تلقاش يا اخي الكريم او يا اختي الكريمة شي حاجة تعمل مع واحد انت كتشوفه على ضلالة الا انك تتقي الله عز وجل فيه. وهو هذا عبد اللطيف وهبي احنا ما نبغيو له الا الخير والاحسان، معناه اننا نحب له الهدايه، هدايه الله جل وعلا له. يا الاخوه الكرام، خلونا نسمعوا عبد اللطيف وهبي اللي هو وزير العدل. معنى العدل هو اعطاء كل شيء حقه، وهذه الكلمه اللي قلتكم دابا من ابرز معاني العدل، تعني ما قام في النفوس أنه مستقيم. والعدل هو الاستقامة وضد الجور. هذا عبد اللطيف وهبي وزير العدل. المغاربة خصهم يشوفوا منه العدل ويشوفوا منه الإنصاف، وإلا سننتفض ضد هذا الجور وضد هذا الظلم وضد هذا عدم الإنصاف. نسمعوا شنو كيقول ونشوفوا التناقض ديالو. وما قلتكمش بأننا غنتناولوا جوج ديال المواضيع، موضوع الزفزافي حتى هو موضوع حساس، والزفزافي دابا أنا غنقول لكم شنو واقع على الأب ديالو والأم ديالو وبماذا يطالبون وماذا قدم الريف وماذا قدم هذا النضال، ونكونوا الإخوان منصفين. سمعوا وزير العدل. هذيك المرأة اللي ديتيها للمحكمة وكتحكم وصوتيها وخرجتيها ومن بعد عطات لها البراءة، ماشي جريمة؟ كنقول لهذا الرأي العام بأن هذيك المرأة اللي تصورت البارح راه اليوم تعطات لها البراءة، كيف غنقول لها؟ كيف غندير لها؟ كيفاش؟ بحيث نسل واحد الافعال وكغدا. وزير العدل خرج متافض ومعصب وطالع له الدم على الشقر. هاد البنت اللي هي الشقر اللي انتم عارفوا القصه ديالها، لانهم لقاو هكذا كذا مع شي واحد كذا، تم اطلاق السراح ديالها. فوزير العدل خرج وبقى كيهدر ويقول ودي ولا شنو غنقولوا الراي العام، واش هادشي هذا من الانصاف ان واحده تشدوها وتطلقوها كذا الى اخره. وزير العدل هنا عيبنا بانه متناقض. علاش متناقض؟ اسمع، موجود امراه ورجل داخل البيت، راه ماشي كاين انه جريمه. قال لك الشيطان ثاني تهمه، عطينا لك النص ديال الشيطان، باش يمكن ليه حتى هو نجيبو يشهد. راه هذه الادعاءات خاويه. عقلتوا على هذا الكلام ديالو هذا؟ هذا الكلام ديالو هذا كان قالوا العام اللي فات لما تكلم على الاوطيلات والناس اللي كيدخلوا الاوطيلات، وقال لك يودي شخص وشخصه الى دخلوا الاوطيل راه ما عندوش الحق مول الاوطيل يطلب منهم البطاقه الوطنيه. ثم استدل بواحد الحديث النبي عليه الصلاه والسلام: ما خلا رجل بامراه
الا كان الشيطان ثالثهما، وقال عطيونا البطاقه ديال الشيطان باش يكون شاهد. واش كان كيستهزأ ولا هو جاهل بهذا الشيء هذا؟ ما فاهمش انا. هنا كيتبين لنا بان عبد اللطيف وهبي انسان ما مركزش في العقل ديالو، او لا هذه السياسه اللي هو ماشي عليها، السياسه ديال الدخول وخروج في الهضره، او لا السياسه ديال كما كنقولوا حنايا التمثيل، يعني واحد كيمثل على في الدوله، كيمثل يعني افلام ومسلسلات، كاينه شي حاجه مضبوطه. اللي ياكد لك اكثر هو سمعوا هذا الكلام ديالو دابا شنو غايقول. هذا الوزير وهبي حاله حتى يطرطق شي مره راه لشي مغربي. سمعوا شنو دار في هذا القانون اللي بغى يدير عاوتاني جديد اللي بغى يخرج. واش هذا كيتفلى علينا ولا شنو؟ قال لك اسيدي انك دير شي بزله وتدخل للحبس، ولكن تخلص، تقدر مثلا عندك 3 شهور تخلصها وما تفوتهاش، يعني تخلصها بالنهارات، تشري النهارات ديالك. سمعوا هذا الفيديو هذا وغادي نعطيو لهم العصير ما فيهاش. العقوبات البديله، وتطرح القضيه اخرى اللي انتم كتعرفوها، ما كاينش ماشي الموضوع ديالها هنا، وهو القضيه تاع 10 ايام السجن اللي خلقوا فيها انت واحد محكوم 6 شهور دوز 3 شهور وخلص 3 شهور وخرج. شنو المشكل؟ سي وهبي كان كيهضر على القضيه ديال واحد ارتكب شي جريمه ولا شي حاجه، المهم مشى للحبس، دخل للسجن، الا كان عنده الفلوس يخلص هذيك الايام ديال السجن ويخرج. هذه المساله هذه تكلموا عليها الناس، قيل فيها ما قيل وتكلم عنها الكثير، وانا لقيت هذا هو الموطن ديالها باش نعرفوا بان وزير العدل مجرد اما كيمثل مسرحيات او لا كيمثل يعني انسان منزل في واحد المنصب اللي هو العدل، وانت وزير العدل. راه ما يمكنش هادشي هذا. راه الحاجه الا بغيتي تقول انت كوزير العدل راه خصك درسه ألف مره عاد تقول. راه انت كتخاطب 50 مليون شخص، انت وزير بالعدل. عليه في المغرب، المغاربه بغاو العدل، المغاربه بغاو الانصاف، المغاربه كيعانيو بزاف. حنا ما بغيناش هادشي هذا، حنا بغينا وزير العدل يقوم بالواجب كما ينبغي ويكون رجل عاقل. وحاجه اخرى، القضيه بانك انت في ذيك المنصب حنا نحقدوا عليك ولا شي حاجه، راه هادشي ما كاينش. خليونا الان الاخوان نتكلموا على الزفزافي وام الزفزافي واب الزفزافي. الزفزافي كمناضل خرج ناضل، حراك، فهمتيني، بالبالة. علاش؟ كان كيطالب بالمدارس وبالمستشفيات وكيطالب بواحد الحق مشروع ليلو من اهل الريف الحسيمه، الله اعلم زيد عليها تناضل. في الاخر تم القبض عليه، دخلوه للسجن، حكموا عليه ب20 سنه. في ظرف اسبوع ما بقى يسول فيه حتى شي واحد من اهل الحسيمه. هنا كنلقاو بان اهل الحسيمه ما قدموا شيئا، اهل الناظور ما قدموا شيئا، المغاربه كلهم ما قدموا شيئا، لا للزفزافي ولا للحقوق ديالهم. الحقوق ما تعطاتش، الزفزافي ما بقاش في الحريه، اهل الريف سكتوا. اذا الاخوان ماذا استفاد ناصر الزفزافي؟ ولا شيء. مثل الوراء قالوا طبخ الماء تسيب الرغوه. الماء الا طبخته بوحدو ديرو في شي برمه ويبقى يغلي يعطيك الرغوه، الا كان الماء بوحدو صافي ما كاينه حتى حاجه. دابا الاب ديال الزفزافي مريض في المستشفى يحتضر، اسال الله تبارك وتعالى له الشفاء العاجل، والله يشفي جميع مرضى المسلمين. الامه ديالو مسكينه مريضه، طونسيو، السكر، جميع الامراض تسلطت عليها مسكينه. كدعز عليا
الله يفك مسكينه المحنه ديالها وديال الزوجه ديالها، والله يفك المحنه ديال ناصر الزفزافي. هذه هي النتيجه الاخوان اللي كانت وراء هذا الحراك ديال الريف وهذا النضال. انا اسبق لي تكلمت الاخوان بعتناضل والساكت عن الحق شيطان اخرس وما تعرفش الكلام الفارغ. الساكت عن الحق شيطان اخرس اذا كنت تقدم ما امرك الله به سبحانه وتعالى وما نهاك الله عنه في جميع الاحوال، ماشي غير من اجل المستشفى ولا من اجل طرف الخبز ولا من اجل المدرسه ولا من... انا كنقول لك في كل ما امر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنصر كيكون بامتثال امر الله واجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام. نبقى في الحال. دابا الام ديال الزفزافي مسكينه تبكي دما بدل الدمع ولا واحد كيشوف فيها. انا كمواطن مغربي كنطالب المسؤولين كنقول لهم كافه. هذا نداء للمسؤولين الجهه العليا ان نشوفوا من احوال الاب والام ديال هذا ناصر الزفزافي ويطلقوا للسيد، ومن اللي يطلقوا للسيد يمشي يخدم على راسو ويمشي يدبر على راسو. راه ما كاين لا حراك وراه ما كاين حتى حاجه وراه ما كاين لا نضال في المغرب ولا حتى حاجه. نقولوها صراحه، النضال هو ان الانسان ينطلق من نفسه ويتقي الله عز وجل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وما النصر الا من عند الله. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قضيه محتاجه اننا احنا نصلحوا من انفسنا، نبداو من انفسنا لاولادنا للازواج ديالنا للبيوت ديالنا وهي غاديه. اما واحد كيجور هيدا واحد كيجور هيدا راه ما خداماش. الزفزافي كيجور هيدا، المغاربه كلهم كيجروا هيدا. اذا ما خصنا نضال، ما خصنا نطالبوا حتى بحاجه. حنا هذا الابتلاء وهذه المحنه اللي احنا فيها نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج علينا احنا كمسلمين جميعا هذه الكروبات.